سطور الصحافة من بريس 23 أستهلها لكم أنا لامار إركندي بأهم ما تناقلته الصحف العربية والعالمية عناوينها لليوم. الحياة اللندنية: مقتل مهندس حرب المدن يثير تكهنات في تركيا. الشرق الأوسط: كردستان إيران يستعد للإضراب العام عن العمل ردًا على سياسات طهران الإرهابية. طهران علوان يرى في العرب اللندنية صورة أمريكا ملطخة بالعنصرية ولغة الرصاص. وسام سعادة في القدس العربي: داعش كحركة نقدية، الدولة فتح باب الآخرة. واشنطن بوست: أمريكا تتخلى عن حلفائها في سوريا في ذروة المعارك مع داعش. انديبندنت: بريطانيا ترسل مئات القوات للحدود السورية وسط مخاوف الناتو. تساءلت بيزنس إنسايدر: هل أنهت الولايات المتحدة وروسيا مصير تنظيم القاعدة في سوريا؟ التايمز: بلير قد يخسر موقعه في مجلس مستشاري ملكة بريطانيا بسبب العراق. نشكركم متابعينا على حسن المتابعة، نلتقي في جولة جديدة من سطور الصحافة، إلى اللقاء.